السلام عليكم. شو اللي حاصل بالاخبار اللي قاعد تتداول؟ خلل في الانظمه الالكترونيه، مطارات توقفت، انظمه مستشفيات كامله، بورصات، بنوك وغيره. شو اللي حاصل؟ راح اقول لكم بالتفصيل الامور اللي جرت والاسباب اللي صارت. هل هي فعلا هجمات سبرانيه تاثرت فيها هذه الانظمه، او خلل تقني مثل ما ذكروا بعض المحللين؟ عموما اللي حاصل في برنامج عند شركه مايكروسوفت اسمه الكراود ستريك. هذا البرنامج خاص في انظمه الامن السبراني والحمايه من الاختراقات. هذا اغلب شركات وانظمه العالم تعتمد على هذا البرنامج اللي توقف وسبب كل هالمشاكل اللي قاعد تشوفونها في العالم. كان في تحديث وتوقف، او تعرض لهجوم سبراني عطل هذه الانظمه والسيرفرات. للحين ماكو شيء واضح، ولكن فرضية الهجوم السبراني جدا عالية. ما يبين هالشيء إلا بعد فحص الأنظمة والتتبع اللي صار على هذا النظام. إذا كان خلل، على فكرة راح يتسبب خسارة مو بمليارات، تريليونات الدولارات بسبب شل هذه الأنظمة والرحلات الجوية وغيره. احنا ناطرين فرضية الهجوم السبراني للحين قوية، وفرضية أن البرنامج هذا تعطل هم ممكن يكون صحيحة. البرنامج تملكه شركة مايكروسوفت، ناطرين تحليل شركة مايكروسوفت وبعدها راح يعلنون. أغلب التوقعات أنه هجوم روسي على هذا النظام بعد سحب الأموال والعقوبات الروسية، ولما عطوا الأموال أوكرانيا ممكن صار هذا الهجوم. للحين ماكو شيء واضح ولا شيء معروف، ولكن كل اللي نقدر نقوله أن برنامج الكلاود ستريك هو اللي تعطل وسبب كل هالمشاكل في هذه الأنظمة.